فإذا كانت هذه القمة للإدانة، فالإدانة حصلت قبل القمة. صرح وزير الخارجية وصرح أكثر من دولة، يعني استنكار وإدانة. فهي مفروض أنها قمة تنفيذ شيء، يعني عمل شيء على أرض الواقع، وهذا هو المنتظر. يعني إذا كان هم لا يريدوا الإعلان عن ذلك، على الأقل يكون في الخفايا، يعني في اتفاق على أشياء. يعني يعني الذي أعلن هو مجرد استنكار، وأن يمكن أقوى الكلمات كلمة جلالة الملك لما تكلم عن الوضوح، والقرارات يجب أن تكون واضحة ورادعة وحاسمة. طبعا هاي كلمات لها مدلولة، يعني مش كلمات هيك عفوية. يعني فلما تكون واضحة، يعني واضحة يجب أن نقف في وجه إسرائيل مجتمعين. هي معنى وضوح يعني. ويجب أن ترسل رسالة إلى أمريكا وإلى إسرائيل أن أي تحرك سيكون يواجه بالقوة. والأردن كان أعلن أنه أي تهجير لأهل الضفة الغربية يعني حالة حرب، يعني ويعني دم. وبالتالي هذا بيكون في له ترجمة خلفية قد لا تعلن. ليس منتظرا من القمة أن تعلن الحرب على إسرائيل، ولكن على الأقل يعني كان من الممكن أن يكون في الصفوف الخلفية خلف القادة رؤساء الأركان مثلا. وأنا بعتقد أن الأردن كونه هو المهدد رقم واحد، لما لا يدعو إلى اجتماع لرؤساء أركان عدد من الدول، بلاش كل الدول، يعني تركيا وباكستان والسعودية والأردن ومصر. يعني على الأقل هذول 4-5 يجتمعوا لحماية المنطقة. هاي رسالة عسكرية قوية. إعادة الخدمة العسكرية ليس كل يعني عدد قليل، 6 أشهر 6,000 في السنة. يعني إيش بيعملوا هذول 6,000 في السنة؟ اثنين، نحن في ظل ظرف زي هيك نحن لسنا بحاجة إلى إدارات تقليدية في المواقع. يعني احنا نشوف ثمار الإدارة التقليدية، إنه حطوا سارية وحطوا علم وحطوا يعني كلام فارغ. يعني المفروض إنه يكون في حكومة عسكرية، يكون في حكومة جدية، يكون في حكومة عند العدو والوزراء بيشكوا. سموتريتش بده يطلع كل مئات الألوف من أبناء الضفة الغربية وهو وزير. احنا الوزير عندنا ايش بيحكي؟ رئيس الوزراء ايش بيحكي؟ يعني الآخر بمغفير بيقول أنا أسلح كل الشعب الإسرائيلي. نعم. احنا على الأقل ندرب كل الشباب بدل ما يضلوا متسكرين في المقاهي ومتسكرين في الطرقات وبطالة وحشيش ومخدرات. نجيب هؤلاء الشباب وندربهم في حالات فورية. لا أقول أعطوا الناس السلاح، خلي السلاح في يد الجيش، ولكن يكونوا هؤلاء جيش احتياطي. فإذا تم الهجوم على الأردن لا سمح الله، يكون الشعب موجود ويدافع عن نفسه، لأنه في النهاية الناس هي التي يعني يقع عليها الضرر. يعني في غزة حماس قديش عددهم؟ حماس 10,000 20,000، لكن أنا أمام الأذى اللي بيلحق 2.5 مليون. فإذا بده يصير أذى على الأردن بده يلحقنا إحنا كناس بشر، مجتمع مدني. فلازم إحنا نتحول إلى مجتمع عسكري تحت قيادة الجيش وتحت قيادة الدولة. فنحن بحاجة إلى إدارة مختلفة. يجب أن يكون ترشيد النفقات، ما يضلش نصرف الرواتب العالية تتغير. مديونية بكرة بيخضعونا بنتيجة الخضوع الاقتصادي، بيخضعونا سياسيا. نعم. يعني بقول لك يا بتخضع يا بتأخذ 700,000 فلسطيني من الضفة الغربية، يا بقطع عنك المساعدات. بيجي هون دور المال العربي اللي انعطى الدول لأمريكا، دفعت كجزية عن كل تاريخ المسلمين. احنا الآن الأردن قد يكون بحاجة، يعني بجرد قلم واحد من شيوخ النفط بيستطيع يشتغل كل ديون الأردن. 60 مليار. ما هم أحدهم اشترى جحش بعيد عنك من بريطانيا ب3 مليون. الظرف مش مزح، الأمور جدية. ونتنياهو العلماني صار يقول أنا بنطلق من التوراة بتقول لي هاي الأرض إلي. طب إذا هو بنطلق من التوراة، على الأقل ليش ما القمة أعلنت إنه إحنا ننطلق من الإسلام وننطلق من جسد واحد؟ يعني وين هذا الجسد الواحد اللي الغزي قاعد بنمسح تحت الدبابة وإحنا كلياتنا بنتفرج؟ إحنا بنعاني نفسيا كشعوب يعني. فأنا بأمل إنه الكلمات الثلاث اللي وصف فيها جلالة الملك، القرارات يجب أن تكون واضحة حاسمة تلجم نتنياهو وسموتريتش وغيره، وأن تكون رادعة يعني الفعل بالفعل، لكل فعل رد فعل، قانون فيزيائي.
فاذا هم بيطلعوا على اجواءنا بدنا نطلع احنا، وبده يكون في عنا قوه. يعني كيف خرجت هذه الطائرات الصهيونيه وجالت في كل السماء العربي ولا يوجد مضاد للطائرات يطلق عليها طلقه؟ احنا مستباحين بهذا الوضع، وبالتالي هذه القمه المفروض انه يكون في تحت الطاوله على الاقل، اذا ما في مصيبه، اذا في تحت الطاوله شيء يجب ان يكون شيء يردع هؤلاء.